قالت صحيفة لو ديباش الفرنسية إن المناورات المشتركة التي بدأتها قوات مكافحة الإرهاب الجزائرية والروسية بالقرب من الحدود المغربية تأتي في سياق توترات مع الرباط والحرب في أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة أن درع الصحراء الذي يضم 200 جندي من قوات مكافحة الإرهاب الروسية والجزائرية يعد التدريب الأول للبلدين على التراب الجزائري. وتنظم هذه المناورات المشتركة في منطقة بشار قرب المغرب، رغم أن المتحدث باسم الخارجية الروسية أشارت إلى أن هذه المناورات لا تستهدف أي دولة ثالثة كما توضح الصحيفة الفرنسية. وسيكون مقر العمليات في حماقير، حيث بقيت القوات الفرنسية وفق اتفاقيات إيفيان حتى عام 1967، وتمكنت من القيام بعمليات إطلاق صواريخ. وتشير لو ديباش إلى أنه على الجانب الآخر من الحدود نظم المغرب مناورات أسد إفريقيا في شهر يونيو الماضي بمشاركة الكيان الصهيوني وأعضاء حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة في أكبر تمرين تم تنظيمه في البلاد. كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن روسيا والجزائر نظمتا بالفعل مناورات بحرية مشتركة في شهر أكتوبر الماضي قبالة الجزائر العاصمة، في حين شاركت الجزائر في مناورات فوستوك 2022 العسكرية في شرق روسيا. وتابعت الصحيفة التوضيح أن التعاون الروسي الجزائري يشمل أيضا مستوى الصناعي، حيث تستورد الجزائر عددا كبيرا من المعدات الروسية بفضل زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 130% في عام 2021. وتنقل الصحيفة عن موقع فرانس انفو أنه يتم التحضير لعقد بأكثر من 11 مليار قد يتعلق بشراء مقاتلات سوخوي سو 57 الروسية. وبشكل عام 80% من المعدات العسكرية المستوردة للجزائر منذ عام 2017 تأتي من روسيا. ومضت الصحيفة الفرنسية إلى التذكير بأن الصحراء المغربية تعمق توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، وما تزال مكانتها الدولية في ميزان حتى اليوم. وبينما اعترفت الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، يبدو أن الحرب في أوكرانيا سهلت موقف الجزائر الداعم الأول لجبهة البوليزاريو والتي تتعامل مباشرة مع موسكو، حيث إن احتياطات البلاد من الهيدروكربونات تجعلها شريكا مهما بالنسبة للدول الأوروبية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.